مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نشرة الاخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة اريتريا، نستهلها بالعناوين. افتتاح اول مهرجان سينمائي في العاصمة اسمرة. اصحاب البساتين بمديرية كركبة يعملون على تلبية احتياجات منطقتهم. تنظيم السباق للسيارات والدراجات النارية في أسمرة. كوبا تقول إنها منفتحة على حوار جاد ومسؤول مع واشنطن. ومفاوضون أمريكيون وأوكرانيون يجتمعون لإحياء مسار التفاوض. افتتح في 21 من مارس بسينما روما بالعاصمة أسمرة أول مهرجان للأفلام في أسمرة تحت شعار من أجل نهض فن السينما الإريتري. وجرى حفل الافتتاح بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والوزراء إلى جانب فنانين ومهتمين بالمجال الثقافي. وفي كلمته خلال المناسبة أكد مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلم أن تنظيم هذا المهرجان في أسمرة يمثل بداية وتجربة تأسيسية، مشيرا إلى وجود خطط مستقبلية لتوسيعه ليشمل مختلف مناطق البلاد، تمهيدا لإطلاق مهرجان وطني للسينما في البلاد، ومن ثم العمل على تنظيم مهرجان سينمائي دولي في المستقبل. وأوضح أن السينما باعتبارها أحد فروع الفنون تلعب دورا مهما في تعزيز الوعي الثقافي داخل المجتمع، كما تسهم في التعريف بتاريخ البلاد وثقافتها وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز وحدة المجتمع، مضيفا أن الفيلم يمكن اعتباره كتابا يقرأ في وقت قصير يتعلم منه المشاهد ويستمتع به في الوقت ذاته. وفي ختام كلمته أشار إلى أن العمل المطلوب في مجال السينما ما يزال كبيرا، مؤكدا أن تطوير صناعة السينما يتطلب جهودا مشتركة لإنتاج أفلام متنوعة وبمختلف لغات البلاد، بحيث تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تطور القطاع. من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان السيد مهاد سليمان أن فعاليات المهرجان ستستمر من 21 إلى 29 من مارس، حيث سيتم عرض أكثر من 50 فيلما محليا أصيلا تتناول موضوعات وطنية واجتماعية وتعليمية وعاطفية، وذلك في دور العرض بأسمرة، بما في ذلك سينما أسمرة وحماسين وروما وإمبيرو. أفاد أصحاب البساتين في مديرية كركبة أنهم يواصلون العمل بشكل مكثف من أجل تلبية احتياجات سكان منطقتهم والمناطق المجاورة من المنتجات الزراعية. وأوضح المزارعون أنهم يبذلون جهودا متواصلة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل المختلفة للأسواق المحلية، بما يسهم في دعم الإمدادات الغذائية وتغطية الطلب المتزايد في المنطقة. وأشاروا إلى أن نشاط البساتين الزراعية في مدينة كركبة يلعب دورا مهما في توفير الخضروات والمنتجات الزراعية، مؤكدين استمرارهم في العمل لتوسيع الإنتاج وتحسين مستوى الإمداد للأسواق المحلية وما حولها. وحث المزارعون الجهات الرسمية على تزويدهم بالدعم الفني وغيره من أشكال الدعم والأراضي اللازمة لزراعة المحاصيل المروية في منطقتهم. تم في 21 من مارس إحياء اليوم العالمي لمتلازمة داون على مستوى الإقليم الأوسط تحت شعار معا ضد العزلة. وخلال الفعالية أوضح رئيس فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية السيد هينوك جبرس جابير أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الشريكة على تعزيز حقوق الأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة الذهنية وتحسين ظروف حياتهم وظروف أسرهم. من جانبه أشار مسؤول تنمية الموارد البشرية في المكتب المركزي للجمعية الأستاذ هيلي يوهانس إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية لا ينبغي أن يكونوا عبئا على أسرهم فقط، مؤكدا أن رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الفهم حول هذه الفئة يعد أمرا أساسيا لدعمهم ودمجهم في المجتمع. وتعد متلازمة داون حالة وراثية تحدث
تحدث أثناء عملية انقسام الخلايا، ولا يزال سببها الدقيق غير محدد بشكل كامل. وتشير تقارير صحية إلى أن أكثر من 54 مليون شخص حول العالم يعيشون مع هذه الحالة. ويحيي العالم اليوم العالمي لمتلازمة داون هذا العام للمرة ال15 عالميا، فيما يحتفل به للمرة السابعة على مستوى البلاد. أقيم اليوم 22 من مارس سباق للسيارات والدراجات النارية في محيط بيت قرقش بالعاصمة أسمرة بتنظيم الاتحاد العام لسباق السيارات والدراجات النارية. وشارك في السباق 57 متسابقا في كل الفئات، توزع على 7 فئات مختلفة تبدأ من فئة 1000 سي سي وصولا إلى 2000 سي سي توربو. كما شارك 7 متسابقين في سباقات الدراجات النارية ضمن فئتي 175 سي سي و 125 سي سي. وفي منافسات فئة 2000 سي سي التي شارك فيها 8 متسابقين، جاء ليوناردو موديتشي في المركز الأول، تلاه من برهان سمعون في المركز الثاني، بينما حل ميلكياس رئيسون في المركز الثالث. أما في سباق الدراجات النارية فئة 175 سي سي فقد فاز بالمركز الأول مسجن محاري، وجاء إيلودي غيتون في المركز الثاني، فيما احتل إمبايا ساميل المركز الثالث. وفي فئة 1300 سي سي الفئة باء، تمكنت المتسابقة بيت الهيم فيتسون من الصعود إلى منصة التتويج بعد حصولها على المركز الثالث. من جهتها أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لسباقات السيارات والدراجات النارية سمعون ولد ميكائيل أن مشاركة متسابقتين من النساء في السباق تعد خطوة مشجعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود تعزيز مشاركة المرأة في هذه الرياضة. واختتم السباق الذي نقل مباشرة عبر الفضائية الإرترية وشاهده عدد كبير من محبي رياضة المحركات بتوزيع الجوائز على الفائزين. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شهدت إسرائيل قصفا مكثفا بالصواريخ والمسيرات، وهو ما خلف قتيلا بالجليل العالم. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل شخص بعد احتراق مركبة في منطقة مسقف عام بالجليل الأعلى، وذلك عقب قصف من لبنان. فيما تحدثت القناة 14 عن احتراق مركبتين في الموقع نفسه نتيجة القصف. وكانت الصواريخ الإيرانية استهدفت جنوب وشمال إسرائيل، وأوقعت قتلى وعشرات المصابين في عراد وديمونا التي تشتهر بمفاعلها النووي. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد المصابين إلى 88 شخصا على الأقل في عراد في حصيلة أولية، بينهم حالات خطيرة وتضررت 9 مبانٍ جراء سقوط صاروخ إيراني، مشيرة إلى أن القصف على عراد أوقع أكبر عدد من المصابين منذ بدء الحرب ودمر حيا كاملا. سياسيا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير محطات الطاقة في إيران إذا لم تفتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال 48 ساعة، مضيفا أن الهجمات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني ستبدأ بأكبر منشأة ما لم تفتح طهران مضيق هرمز خلال 48 ساعة. وفي السياق ذاته، نقل موقع اكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة القول إن إدارة الرئيس ترامب تناقش المرحلة التالية للحرب وشكل محادثات سلام مع إيران. قال وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز إن هافانا ستكون منفتحة على حوار جاد ومسؤول مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك دون تدخل في الشؤون الداخلية. وأدلى رودريغيز بهذه التصريحات خلال قمة مجموعة الدول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي تضم 33 دولة. وتعاني الجزيرة من حصار تجاري أمريكي منذ عام 1962، وهي غارقة منذ سنوات في أزمة اقتصادية حادة تتسم بانقطاعات مطولة للتيار الكهربائي ونقص في الوقود والأدوية والغذاء. وتقول الحكومة الكوبية أن العقوبات الأمريكية تعيق عمليات إصلاح بنيتها التحتية الكهربائية المتهالكة، بينما يشير خبراء اقتصاديون أيضا إلى نقص الاستثمار المزمن في هذا القطاع.
اجتمع مفوضون أمريكيون وأوكرانيون في الولايات المتحدة سعيا لإحياء المفاوضات لوضع حد للحرب المستمرة بين موسكو وكييف منذ 4 سنوات وفق ما أعلن مسؤولون. وتعثرت الجهود الأمريكية تعقيب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من فبراير الذي أشعل الحرب في الشرق الأوسط، وعقدت آخر جولة مفاوضات روسية أوكرانية في جنيف في فبراير، وعقدت المحادثات في فلوريدا بحسب الإعلام الأوكراني، وشارك فيها من الجانب الأمريكي مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فضلا عن أمين المجلس الأمني روستوم عمروف وكبير مستشاري الرئيس كيريلو بودانوف من الجانب الأوكراني. ودفعت الحرب الملايين إلى الفرار وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين والعسكريين. شهدت جزر هاواي أسوأ موجة فيضانات منذ أكثر من 20 عاما، حيث تساقطت أمطار غزيرة على تربة مشبعة بالفعل بسبب عاصفة شتوية قبل أسبوع، وتوقع مسؤولون هطول المزيد من الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وإتاحت مياه الفيضانات مساحات شاسعة من الشاطئ الشمالي لجزيرة أواهاو، وهي منطقة تشتهر عالميا برياضة ركوب الأمواج العالية. وجرفت المياه الغزيرة المنازل والسيارات، ما استدعى إصدار أوامر إخلاء شملت 5500 شخص شمال هونولولو. وحذرت السلطات من احتمال انهيار سد عمره 120 عاما. وقال الحاكم جوش جرين إن الأضرار الناجمة عن العاصفة يمكن أن تتجاوز $1,000,000,000 أمريكي، بما في ذلك تلك التي لحقت بالمطارات والمدارس والطرق ومنازل السكان ومستشفى ماوي في كولا. وكانت معظم أنحاء الولاية تتوقع حدوث الفيضانات مع صدور تحذيرات في هالايو ووايالو في شمال أواهو وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم العناوين. افتتاح أول مهرجان سينمائي في العاصمة السمراء. أصحاب البساتين بمدينة كركبة يعملون على تلبية احتياجات منطقتهم. تنظيم سباق للسيارات والدراجات النارية في أسمرة. كوبا تقول إنها منفتحة على حوار جاد ومسؤول مع واشنطن. ومفاوضون أمريكيون وأوكرانيون يجتمعون لإحياء مسار التفاوض. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة وسعيدة لمتابعة ما تبقى برامجنا في الفضائية الإرترا. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.